السلام عليكم، ازيكم؟ بتمنى لكم انكم بخير. يمكن الناس اللي تعودوا على برامجي بتاعتي، الناس اللي تعودوا فيديوهات بتاعي، يمكن انهم تعودوا وانا بحكي اللغة الصومالية. طبعا ما انا اصلا صومالية، اتعودوا وانا بعمل يعني الفيديوهات بتاعي للغة دي. بس يعني سألت حالي، وكمان ناس كتير قوي سألوني وقالوا لي إن ايه احسن يعني انك تصيري يعني مذيعة للصوماليين بس، او تصيري يعني مذيعة تقدر تحكي مع ناس تانيين اكتر من كده، يعني مع العالم التاني، العالم الاسلامي، العالم العربي، اللي يقدروا يفهموا اللغة العربية، وهم يعني يمكن مليار وشوية، يعني كل المسلمين يمكن مليار ونص، أكتر من شوية من نص. بعدين يعني اتهيأ لي إنه الحكاية دي يعني مش بطالة قوي، والواحد بدل ما يحكي ويدي مع يعني 10 ملايين صوماليين، 10 ملايين مو يعني الواحد يقدر يحكي ويتعامل مع المليارات التانية اللي يقدروا يفهموا اللغة العربية. علشان كده قلت والله عندهم حق، يعني الناس ده اللي سألوا لي وقالوا لي يعني ما يعني تقدري تعملي برامج أو فيديوهات في اللغة العربية، يعني آسيا ما تحاولي تعملي. قلت لهم والله الناس دول عندهم حق، لأنه ليه بدل ما تكون يعني مذيع أو شاعر أو كاتب أو مدرب حياة لناسك بس، يعني لناس معينة يعني قليلة قوي، يعني أحسن إنك تصير لعالم أوسع كده، أحسن تدي وتتعامل وتعمل برامج وتصور فيديوهات للناس أوسع من كده، يعني الناس اللي يقدروا يفهموا اللغة العالمية اللي أنت تقدر يعني تحكي فيها، سواء تكون إنجليزي، عربي، فرنسي، اللغات دي اللي ناس كتير قوي بيعرفوها دلوقتي. وأنا كمان شفت إنه الفكرة دي يعني مش بطالة، وأقدر أصير مذيعة للناس التانيين اللي يعني مش صوماليين بس، يعني دايرة أوسع. علشان كده النهاردة واخترت لكم إني أصور الفيديو ده، ويمكن يكون هو أول فيديو يعني أنا أصوره أو أعمله لغة غير اللغة الصومالية، يعني أول مرة أعملها. الحمد لله، ربي كرمني وأعرف أكتر من هي عن اللغة، وكمان أحب أتعامل مع ناس كتير قوي، وبحب كتير، يعني مش أحبه بس إنه يعني الناس اللي بتعامل معاهم يكونوا أكتر، يعني أكتر وأكتر وأكتر، لأنه الواحد لما يعمل حاجة أكتر شيء لما يعمل حاجة كويسة، مش أي حاجة، يعني يمكن واحد يجي ويعمل حاجة يعني مش كويسة، ده يعني أنا ما بحكي عن هذا الشيء، اللي بحكي عنه الواحد لما يجي يعمل يعني حاجة كويسة ومفيدة للناس، يعني لازم يحاول إنه يصل أقصى درجة هو يقدر يصل. زمان لما كنت صغيرة قوي كنت أقدر أجيد اللغة العربية الفصحى طبعا، وكنت بحبها قوي، يعني كانت هي عشق الوحيد، يعني كان بيناتنا قران. لما الأستاذ يطلب مني، الأستاذ بتاع القراءة والمطالعة واللغة العربية، لما يطلب مني أعمل تعبير كنت أنا أختار الموضوع، كنت أختار الموضوع اللي أنا بحبه، وكنت بحكي فيه يعني إزاي، يعني ما تقدر تتخيل، يعني يمكن كنت يعني أكتب 10 20 يعني ورقة
والاستاذ كان دايما بيوبخني وبيقول لي انت اسي دايما بتعملي كتير وبتكتبي اوراق كتير قوي، بتعملي كده ليه؟ وكنت بقول يا استاذ اعمل ايه يعني؟ اللغه دي باشن بتاعي يعني بحبها، ولما عايز اكتب فيها يعني اخذ القلم علشان اكتب في اللغه العربيه يعني خلاص بنسى حالي، وبشوف انا كتبت يعني اوراق كثيره يعني حتى مش قصدي بعض المرات. بعدين الحكايه اتدورت كده وخلاص يعني صرت اتفرج يمكن افلام ومسلسلات عربيه. يعني اول لهجه يعني اول لهجه حكيتها كانت اللهجة الكويتية بتهبل يعني ما ادري ايه. دلوقتي ما بفتكرهاش يعني نسيتها خالص، بس هي كانت يعني اول لهجة انا نطقتها صح، اول لهجة يعني انا قدرت احكي فيها يعني ما بي 90%. وبعدين كنت في الثانوية الوقت ده، خلصنا الثانوية حصلت أصحابي بعد بقى أصحاب يعني يعني الله قدر لي أحسن أصحاب أجوا من برا، من سوريا من السودان ومن اليمن. الأصحاب دي كانوا بيحكوا اللغة المصرية. اللغة المصرية دي بتاعهم كانت قوية جدا، اتعلقت فيهم واتعلقت في اللهجة المصرية. تعلمت اللهجة المصرية بإيه؟ بعرق جبيني، والله العظيم أقدر أقول بعرق جبيني، لأنه اللهجة دي يعني في ليالي ما كنتش بنام بس علشان أتعلم اللهجة دي بيقولها. بتفرج كتير وبستمع كتير. سوري النهاردة عندي بحة مدري إيه يمكن عندي سكان مدري مش واخدة بالي. المهم اللهجة دي يعني تعبت قوي علشان اجيب اللهجة المصرية، علشان انطقها صح، علشان اتعلم واحكي فيها زي ما يحكي اي مصري. يعني سهرت ليالي وتفرجت كتير واستمعت كتير يعني بدأت اكتب روايات في اللهجة دي واشعار وما ادري ايه تعابير، وكنت بقول اصحابي يلا يعني لازم انتوا تحكوا معايا علشان انا خلاص يعني تعودت عليها وبعرف اي كلمة في اللهجة دي. وانتم عاوزيني عاوزاكم يعني اسفة انتم عاوزاكم تساعدوني تحكوا معايا في طريقها، يعني تحكوا معايا من خلال اللهجة دي. وهم كمان بدأوا يساعدوني. بالأول ما كانوا بيحبوا الفكرة ولا عجبتهم، لأنهم إيه يعني هم كانوا بيعرفوا اللهجة دي قوي، وكانوا بيحكوا صنعاني وسوري وسوداني، يعني ما كان بيهمهم إنه ولا كان عندهم استعداد حتى يساعدوني أنا أحكي فيها. بس طلبوا مني لو أنا مستعدة وأعرف وأقدر أفهم عليهم وأقدر يعني أدي وأعدي معاهم، يعني هم يمكن يساعدوني، اخذ وادي معاهم هم يمكن يساعدوني. بس انا بدات اكتب واقول لهم خلاص اتصلوا بيا. كان عندنا تلفون ارضي بالبيت، بدات اقول لهم يلا اتصلوا فيا. كانوا بيتصلوا فيني. لما يتصلوا فيني كنت بقرا من الكتاب اللي انا حضرته من امس ولحد النهارده، الكتاب اللي انا بايدي كتبته كنت بقرا عليهم كده. بيقولوا لي تعالي يا آسيا انت بتقرأ علينا حاجة، انت يعني الحاجات اللي بتقولي الحاجات اللي بتحكي يعني مش يعني من دماغك لحد عندنا، انت بتقرأي من مكان. كنت اقول لهم لا حرام عليكم انا بقرأ من مكان. لا بيقولوا لي ليه ما انت يعني كأنك واحد بيقرأ من مكان. كنت بقول لهم لا والله العظيم احلف بيمين الله يغفر لي، كنت أحلف بيمين وأقول لا يا صديقتي. يعني أصحابي كانوا يعني بنات إخوات وبعضهم ما كانوا إخوات بس كلهم كانوا أصحابي. كنت بقول لهم لا يا صديقتي أنا جايبة الكلمات ده من دماغي لحدك، يعني مش مني جايبة الكلام دي من مكان. يعني
وانا كنت بقرا من مكان، وهي حساني صديقتي حساني اني بقرا من مكان، بس كانت يعني بتقول خلاص طز فيها يعني. سالتها وخلاص كنت بقول لها يا امل، في واحده صديقتي كانت اسمها امل، كنت بقول لها يا امل هي اكتر شيء كنت بحكي، يعني اكتر شيء اكتر واحده كنت بحكي معاها كانت هي بحبها، كانت ولحد الان بحبها، الله يسلم عليها، بسلم عليها قوي. الصديقه دي كانت بتتحملني، يعني واحد يقرا من مكان، بعدين انا يعني كنت يعني كنت بشوق حكي بتاعي، كنت يعني هي كانت بتحب قوي الحكايات، وانا كنت بكتب حكايات في اللهجه المصريه علشان هي تستمع لي، كنت بقرا الحكايه دي علشانها علشان تستمع لي. والمهم القصه نجحت، دورت عليكم القصه دي اسفه. المهم القصة نجحت وأنا تعلمت ويعني اللهجة المصرية بطريقة رهيبة جدا. وبعدين تاني شيء وأنا بعرف اللهجة المصرية وكأني مصرية، يعني بطريقة حكي طبعا أنا مش مصرية بس بطريقة حكي طبعا. الأفلام التركية أقول المدبلجين باللهجة الشامية، أكتر شيء السورية. ديك الساعة بدأنا نتفرج الأفلام دي بكثافة، ولما كنت بتفرج عليها سنة سنتين خلاص صرت يعني تدريجيا أنسى اللهجة المصرية، خلاص صارت لهجتي شامية. أول واحد يشوفني يقول لي يا آسيا أنتي أجيتي من مكان، يعني أنتي أجيتي من سوريا، قولي لنا اعترفي انت حلبيه ولا شنو؟ اجيت من سوريا من دمشق. كنت بقول لا بحياتي ما رحتش بلد عربي، وحد دلوقتي بحياتي ما زرت حتى بلد عربي. كنت بقول له لا يا ناس انا ما اجيت من مكان، بس حاولت اتعلم لان عندي عشق كتير كبير للغه دي، علشان كده اتعلمت اللغه الانجليزيه الثانيه اللي كنت بدرس فيها في المدرسه. بحياتي ما حبيتها الانجليزي، لحد دلوقتي ما بحبه، بجيده بس لحد دلوقتي ما بحبه، ولا هو يحبني. الانجليزي ما بيحبني ولا انا بحبه الانجليزي طبعا، بس يعني هو صار من الضروريات دلوقتي، علشان كده انا وياه بقينا اصحاب. بس اللهجه دي كانت عشق الوحيد، مش اللهجه دي اللغه العربيه عامه. بعدين الناس كانوا بيقولوا لي يا اسيا انت اجيت من مكان، اقول لا طبعا انا بحياتي ما رحتش مكان بلد عربي قصدي. بيقولوا لي لا احلفي، وانا بحلف لهم، بيقولوا لا تحلفي ما تحلفيش احنا يعني ما بنصدقك، ما بتصدقوني خلاص على راحتكم، انا ما دخلني. قلت لكم يعني بعض المرات الواحد اللي يقدر يفهم اللهجه المصريه والسوريه حتى دلوقتي وانا بسوي الفيديو ده، يعني يمكن تحس اني بعض المرات بنسى حالي وبحكي سوري. بعدين خلاص يعني القصة دي صارت كثيرة معايا، يعني مشت معايا قوي، ولحد من 2010 لحد 2016 لا مش 18 لحد 18 اللهجة الوحيدة اللي أنا بستعملها كانت اللهجة السورية أو الشامية عموما. بعدين بس قلبي دايما كان بيميل للهجة المصرية، ما بعرفش ليه، يعني ما بعرف ليه، بس كان دايما أنا يعني خلاص لما عايز يعني أعبر حاجة صح اللهجة السورية بتختفي مني، واللهجة المصرية بتخش. يعني بلاقي حالي لما عايز أعبر حاجة صح، لما عايز يعني لما أكون زعلانة ولما أحكي مع واحد تاني عربي ومعاكو إرادة آسفة، يعني لما واحد تاني عربي يحكي معايا أو لما عايزة أعبر صح، اللهجة المصرية هي اللي كانت بتجي على دماغي، بحسها بحاجة قريبة كده، يعني لمسة هي كان لها ولحد دلوقتي لمسة على قلبي كده، لأنه اللهجة المصرية واللغة الصومالية
متشابهين نوعا ما من الإحساس، من المخارج. يعني في عندنا اللهجة اللي بتاع سوماليلاند واللهجة اللي بتاع المدن، يعني أفصح اللهجات في لهجات الصومالية. يعني اللهجتين دول، اللهجة بتاع المدن واللهجة بتاع الصوماليلاند، يعني بتلاقيهم إنهم أفصح لهجات في لهجات الصومالي. الصومالي عنده لهجات كثيرة. اللهجة اللي أنا بستعملها اسمها محاتري، وفي لهجات تانية يعني اسمه ماي، وهي كمان عندها فروقات. وفي كمان في كمان لهجات تانية ناس تانيين برضه في الصوماليين بيستعملوها، بس مش لغات تانية، بس برضه في الصومالي بس عنده لهجات تانية، واللهجات دي متفرقة. زي ما اللهجة المصرية لوحدها، مش العربي، اللهجة المصرية لوحدها عندها يعني عندها فروقات كده، عندها لهجات صغيرة كده. أنا بقول لهجات صغيرة. يعني البدوي لما يحكي البدوي، ولا لما يحكي الإنسان الصعيدي اللي في مصر برضه، ولا لما يحكي الإنسان البدوي اللي في مصر برضه، ولما يحكي الإنسان اللي بتاع القاهرة أو عايش في القاهرة أو الإسكندراني، يعني كده بتلاقي إنهم عندهم فروقات كده. يعني ما في واحد بيشبه الثاني، يعني كل واحد بيحكي اللهجة المصرية الخاصة بهم. بس كمان في فروقات. الصعيدي لما يحكي، أول ما ينطق الصعيدي بتفهم إنه الصعيدي ده يعني غير اللهجة المصرية العامة أو اللهجة اللي بتاع الناس اللي في القاهرة يحكوا فيها. وبالبدوي كمان غير. علشان كده احنا اللغة اللي عندنا، اللغة الصومالية عندنا يعني لها لهجات، ويعني اللهجات دي يعني بعضهم يعني ناس كتيرة بيفهموا، وبعضهم في ناس يعني أقل من كده بيفهموا، وفي لهجات خاصة كده يعني في ناس قليلين بيحكوا فيها وبيستعملوها. علشان كده أنا يعني افتكرت إنه يعني إنه في ناس عرب من الكويت من الخليج، إنه في ناس بيجوا في الصومال وبيعملوا فيديوهات وبيعملوا برامج من الصومال، وعشان إيش الأشياء الخاصة للصومال، خاصة الصومالي أرض الصومال. علشان كده خطر على بالي إن يمكن الناس العرب اللي يتفرجوا واللي حيتفرجوا الفيديوهات دي يعرفوا إنه في أشياء كثيرة في الصومال، منها اللهجات بتاعها، علشان الواحد يمكن يجي وخلاص يعني ما يقدر يعرف يعني الأشياء الصغيرة اللي يعني ما يقدر ينزل تحت. يعني الواحد الناس التانيين يمكن يروح مكان، بس المكان ده يصور من الأشياء خاصة من التقاليد من هيك، بس ما يقدر يعرف إنه يعني الحاجات الهائلة اللي الصومالية عندها. اللغة الصومالية هي من حاجات الكثيرة، مش كثيرة من الحاجات يعني لها الجودة العالية اللي الصومالي تتمتع فيها. يعني أنا 2019 قررت 2019 أو 2019 قررت إني أخلي اللهجة المصرية تجي تاني في دماغي. قررت إنها أخليها اللهجة الوحيدة اللي أنا أتعامل معاها في ناس اللي برا العرب طبعا، لأنها اخترتها بأسباب قلت لكم. يعني مش عايزة أرجع تاني لورا وأبلش الفيديو من جديد، لأنه الفيديو أصلا طويل جدا. يعني بظن إنه طويل جدا لأنه قعدت وشرحت وسويت ومدري إيه. المهم إنه من النهاردة آسيا قررت تسوي لكم برامج عربية أو في اللغة العربية أو في اللهجة المصرية. علشان كده عايزاكم تقولوا لي
ايش رأيكم انتو كمان؟ رأيكم ايه؟ رأيكم ايه؟ عايزاكم تقولولي، واللي عنده كومنت يقدر يخلي لي الكومنت ده لتحت. اكتب لي اي كومنت عندك بالتحت، وانا يعني تحت، قصدي يعني تحت الفيديو، وانا راح اقرا واجاوب لك ان شاء الله. وانتو ناسي وحبايبي، وعلشان كده بطلب منكم يعني اي واحد عنده رأي تاني غير رأيي يكتب لي كومنت بتاعه تحت، وان شاء الله انا راح اقرا، يعني راح اقرا الكومنت بتاعك وراح اجاوب لك ان شاء الله. مع السلامة. آسيا ظلمر اسمي كده. الناس الصوماليين يقدروا يفهموا اسم ظلمر، بس يمكن الناس اللي مش صوماليين ما يفهموا اسم ظلمر ايه، علشان كده خلاص خذوا آسيا. اسمي كمان آسيا، وبتمنى اني اتواصل معاكم من اليوم وايه، من اليوم رايح. انتم حبايبي، ان شاء الله انا اكون انا كمان اصير حبيبتكم، حبيبة قلبكم زي ما انتم حبايبي. والله العظيم الله عارف انكم حبايبي، وبتمنى انه انا كمان اصير حبيبتكم. حبيبتكم ايه؟ حبيبتكم اللي انتم بتحبوها، علشان بتنقل لكم اخبار وبرامج حلوة من